صلوا صلوا على رسول الله، صلوا 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 على رسول. زي ما انتوا شايفين انا معايا بأمر الله اهو مانجا، معايا سكر، ومعايا علبة مستطيلة زي ما انت شايفة كده بأمر من ربنا. لو انت حابة ان انت حطي يعني في علبة غير العلبة المستطيلة دي، عايزة علبة تكون طويلة زي العلبة دي، عادي، اللي الفريزر بتاعك هياخده، والكمان على حسب كمية المانجا اللي عندك. انا عندي هنا زي ما انتوا شايفين انا جايبة المانجا دي اوريلك ان انت تقدري ان انت تخزنيها ازاي، وانت بقى والكمية اللي ربنا يأذلك بيها. انا معايا هنا المانجا دي يا جماعة نوعها صديقة. انا بحب الصديقة علشان خاطر كلها لحم ما فيهاش شعر، وعلشان البذرة بتاعتها صغيرة، وبسم الله ما شاء الله لما باجي اطلع منها حتى لو بعد قد ايه ان شاء الله بعد سنتين بتطلع لي حلوة وملحمة وبقدر اقطعها. اي مانجا على فكرة هتتشال هتطلع لك زي ما هي. وزي ما انت شايفة كده انا بقطع بالسكينة او بقشر بالسكينة، وبعمل على حرف السكينة. شايفة القشرة ما فيهاش لحمة خالص. لو عندك مقشرة هتطلع لك القشرة خفيفة خالص كده اعملي بالمقشرة، بس انا صراحة بفضل السكينة. بالنسبة لي انا بحب امسك السكينة بتحكم فيها اكتر، وبعمل القشرة على حرف السكينة علشان خاطر ما اضطرش بعد كده اقعد ان انا اكحت في القشرة واطلع اللحم اللي طلع فيها. اهو بصي بصي شايفة القشرة خفيفة خالص ازاي وما فيهاش اي حاجة بأمر من ربنا. انا بقى اخلص الكمية اللي قدامي واوريك هعمل بعد كده ايه. انا دلوقتي حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو انا قشرت المانجا بتاعتي اهي، وزي ما انت شايفه القشر اهو، ده القشر بتاع الخمس منجات اللي قدامك. بصي الطبق واخد حاجات بسيطه ازاي، لان انا عامله القشره خفيفه خالص زي ما انت شايفاها كده اهي. انا بقى دلوقتي هعمل ايه، هبتدي بقى احط العلبه بتاعتي عشان اوريكي انا بخزن منجتي ازاي. اهم حاجه عندي السكر يا جماعه، بحط طبقه كامله سكر، راق سكر، بس ما تبقاش طبقه غليظه او احط سكر زياده عن اللزوم. اغطي بس الارضيه زي ما انت شايفه كده بتاعه العلبه بالسكر السنترفيش اللي عندي. وبعد كده بقى بامر من ربنا هعمل ايه، هقطع المانجا شرايح. انا هعمل العلبه دي، انا عايزه العلبه دي للشرايح الكبيره، لان دي انا بستخدمها بعد كده في جناش، اقطع منها مثلا مكعبات، اقطع منها زي ما انا عايزه. فانا بخلي علبه عندي كده، ودي ببقى عارفه ان دي العلبه بتاعه القطع الكبيره اهي زي ما انت شايفه كده، واروح رصاها بامر الله كده. بصوا حتى بصوا خلوا بالكم بس معايا وانا بقطع. بصوا اللهم صل على سيدنا النبي، المانجا بتتقطع على طول ازاي. صديقه حلاوتها في كده ان هي بسم الله ما شاء الله الله اكبر لحم. لو خدتوا بالكم هتلاقوا البذره صغننه خالص جوه المانجاي اهو. بصي انا بحب ارصها كده، دي بتبقى عندي العلبة دي لجناش، لحاجات استخدامات حلويات، استخدامات حاجات انا حابة اطلع مثلا قطع زي كده اعملها مكعبات في العصاير لولادي اهو. بصوا بس انا على فكرة مش كل الجناب هحطها في العلبة دي، انا هعمل علبة تاني لجناب، بس انا حطيتها كده علشان اوريلك ان انا قفلت الارضية بتاعت العلبة كاملة. وبعمل كده فعلا، يعني ان انا احط جناب لو في حتت هتبقى متفرغه كده، عشان عايزه بس ان كله بامر الله يطول السكر. يعني احط جنب كده زي ما انت شايفاه كده في النص، اسد بس الفراغات بحيث ان دي تبقى طبقه كامله، واحط لها طبقه كامله من السكر. بحاول ان انا بعد كده على فكره اوزع السكر، ما سيبهوش متراكم في حته واحده اهو. زي ما انت شايفه بقى بامر الله، العلبه اللي على اليمين بتاع الفيديو دي العلبه اللي فيها القطع الكبيره، والعلبه الصغيره اللي على شمال الفيديو دي العلبه اللي انا حاطه فيها القطع الصغيره والجوانب بتاعه المانجايه نفسها، علشان الصغيره دي هقدر ان استخدمها عصير، والكبيره زي ما قلنا جناش. العلبه دي بقى يا جماعه الكبيره دي انت عايزه مثلا تخزني في علبه كبيره، وخزنتي لحد ربع العلبه كده عادي، غطيه بالسكر وشيليه في الفريزر، واما ربنا يأذلك تاني حطي وحطي وحطي لحد ما تملي باذن الله العلبه، وتبقى عندك العلبه الكبيره دي مليانه مانجا. مش لازم ان انت تضغطي نفسك وتجيبي مره واحده وتخزني مره واحده، حتى لو جبتي كل مره 2 كيلو تقدري تشيلي منهم مانجايه. ودي بقى سهل جدا الوقت لما حطينا السكر. بصي انت لما هتجمد اول ما هترفعي بالمعلقه كده بامر الله هتترفع معاكي، عايزه تقطعي بالسكينه هيتقطع برده معاكي. السكر اللي احنا حطيناه ده بيعمل مادة عازلة بين المانجا وبعضها، وبيبقى جوسي وبينزل لتحت، بيبقى عامل زي الشربات التقيل، فده بيسهل عليكي ان انت تفكي المانجا براحتك وتستخدميها زي ما انت عايزة بأمر الله.
الوقت العلبة دي بقى اهم حاجة ان انا اقفلها قفل محكم، وان هي ما تكونش سطح المانجا ملامس للسطح بتاع الغطا بتاع العلبة بتاعتي، لان السطح لو لامس العلبة هيعمل تسييل في الفريزر وهيبهدل لي الدنيا، وده انا مش عايزاه. بصي خلي بالك بقى معايا كده من العلبة، بصي سطح المانجا بعيد ازاي عن الغطا بتاع العلبة، غير ملامس بالمرة زي ما انت شايفاها كده. ده اهم حاجه عندي. على فكره حطيت كتير قوي في الاكياس يا جماعه، ومهما حطيت في كذا كيس سبحان الله بيبهدل لي الدنيا. بص الغطا نضيف ازاي. فانا بفضل دايما العلب، وبيبقى سهل جدا لما بطلع واقطع بالسكينه او اطلع بالمعلقه واخد واعمل بيها اللي انا عايزاه بامر الله. وزي ما انتوا شايفين كده بص بيبقى شكلها ازاي منظم ومرتب. احلى حاجه دي صراحه بتنفعني جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وان شاء الله باذن الله ما تنسونيش في اللايكات، وان شاء الله تستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.